طبعا الحمد لله والشكر هذا الأعمال أضافت إلى سجلي الفني شيء الكثير، وحقيقة هاي الأعمال اللي نزلنا بها فتركت بصمة عند المشاهد، مما خلى عندنا إصرار وعزيمة نقدم الأكثر والأحسن. نفس الأماكن اللي حبوها الناس بالسيزونات اللي سابقة، يعني جوري ومنى وسوالف نسوان وأشياء حلوة. وين ألقى نفسي بوسط إخواني، وسط هذا الكادر بصراحة، لأنه أعتقد الأعمال يمكن السبب الرئيسي للنجاح بها هو المحبة. ناس تحب ناس، ماكو غيرة، ماكو حب للظهور شخص على حساب شخص. ناس هنا كلش متعاونين، احنا مع بعضنا يعني تربطنا علاقة محبة كلش كبيرة. الإنسان العراقي والفرد العراقي بهذه الظروف بالذات يحتاج مثل هذه البرامج التقديرية تخفف عن معاناة اللي يعيشها، يعني تحاول ترسم البسمة على وجهه. برنامج زرق ورق الجزء الثالث برنامج كلش حلو، الناس حبته، الشارع العراقي بشكل عام حبته، والدليل انه احنا من طلعنا العام ما طلعنا بزرق ورق، الناس ظلت تسأل ايش وقت ترجعون، ايش وقت ترجعون، ايش وقت ترجعون، تعودت لان دخل هذا البرنامج على كل بيت عراقي. بصراحة يعني احنا حبينا انه يكون زرق ورق ومواضيع او فقرات مختلفة عن ما قدمناه سابقا، لأنه حبينا أول شيء أن نغير، ثاني شيء أن نطرح مواضيع جديدة، والحمد لله يعني اللي توقعناه أنه كان استقبال الجمهور له بشكل كبير جدا. هاي المواضيع الجانبية أنا أريد تحكي لي عن جهود الاستثمار. والله أترخص بين عدة ظهور حتى بالفواتح خلاص والله خلاص، يعني فئات يطلع فيها تزيد الفئات. جرين زون جرين زون الله بخير، كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك عليكم وعلى جمهور الشرقية وعلى كل الأمة الإسلامية. الله بخير قلت له سمعته. الفنان الصديق علي جابر، أنتم صدد تصوير جزء ثالث من زرق ورق، ما هو الجديد في الجزء الثالث؟ كل عام وانتم بخير، جمهور الشرقية بخير والأمة الإسلامية بخير. هذه الخبطة الجميلة أو الخلطة الجميلة، يعني الخبطة لين ديبني هي خليه والله لأن هو دبه هو بناء عنده فجأة خبطة. هو مو قال خبطة كان يسوي شيء يعني انت هي الضحكة. يلا الفنان اوكي الفنان الصديق علي جابر، انتم صدد تسجيل او تصوير
الجزء الثالث من زرق ورق. ما هو الجديد في الجزء الثالث؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وجمهور الشرقية بخير والأمة الإسلامية بخير. ماكو جديد. هذا صديقي من النجف. والله ما وصوني. هذه شايف هذا واحد هذا اللي قالوا مؤامرة. لا خلي إحسان ويانا. إحسان طبعا شخصية انجلوزو حققت يعني حضور وصدى طيب عند الجمهور. الحمد لله. الجزء الثالث شلون راح يكون انجلوزو؟ اكيد طبعا، اكيد مو بس انجلوزو، ابو فليس ايضا شكل حضور عند الناس. هسه يجي بس اليوم مو جاهز هو. طبعا هي التوليفه الجميله اللي يعني حضرها وهيئها خلينا نقول الكابتن علي المخرج المبدع أسامة الشرقي، كونه انه يتدخل في تفاصيل الحوار وليس في تفاصيل الصوره فقط. نعم. يعني هذا من القاعد غير مخرج مع اعتزاز المخرجين الاخرين، لانه هو يرسم حدود الشخصيه وما يقبل على اي مشهد يمشي بسهوله الا يعني هذا هو يجيبك يعني حتى بدون هذا ان شاء الله بدون هذا الحكي هم يجيبك. طبعا ننتقل بالسؤال الى المخرج الرائع الصديق أسامة الشرقي ونشوف. اهلا وسهلا. مرحبا أسامة. اهلا وسهلا حبيبي الغالي، اهلا وسهلا. ان شاء الله يعني الشيء اللي يتميز به زرق ورق بعيدا عن الكوميديا، بعيدا عن انه هذا العمل هذا طبعا ما يقول الجمهور انه عمل نظيف يقدم كوميديا للعائله العراقيه، ولكن الاكثر يعني اللي يريد يعرفه الجمهور اللي ما عارفه انه خارج الشاشه ماذا يحصل يعني او خلف الكاميرا اذا صح التعبير. اكيد اللي دا يحصل هو انعكاسه دا يشوفون الناس انه احنا الحمد لله كلنا عائله واحده، كلنا اصدقاء، كلنا اهل. الضحكه مدى نلتزم ناس، مدى نلتزم كتابات، بدنا نلتزم افكار، بدنا نلتزم سوالف، ورشه. اكيد بدنا نشتغل الكل حلو ومتونسين. عجبتني هاي مال كورتورو. كم طلابه؟ الحمد لله. حتى لا تفهم انه ماكو نص، اكو افكار واكو اساتذه، يعني الكل عندهم مشغل والكل يعني يطلع المشهد وهو بمشغل واكو ملاحظات. ورشه جميله صح التعبير. بدنا ينشغل بونسه، جايين نتونس وجايين نقدم شيء حلو الحمد لله. يعني نقدر نقول انه العلاقه بين الممثلين مهمه جدا، انه هاي الالفه التفاهم. بصراحه يعني بالمقابله الخاصه حكيت قلت انه السبب الاول هو مو السبب الوحيد، لكن السبب الاول بنجاح هذا العمل هو المحبه اكيد، لانه ماكو واحد يحب انه يكون على حساب الاخر. بعدين انا احب اضيف اكو كيميائيه. كيمياء قصدك؟ يلا مشي. كيميائيه تمشي كيميائيه. عندك كنترول قد كلها تنحسب على الخط. اكو كيميائيه جميله عند الفنانين، وهذا التجانس هذا والتفاهم موجود. يعني اكو مثلا ما يصلح لاياد لا يصلح لعلي، فلما يجي الشخصيه يم علي يقول اياد هذه يقدمها ترهم لي اكثر. ما عندنا انانيه واكو ايثار بين الممثلين يعني مرات. اذا يعني نستخلص من هذا كله انه يعني نجاح العمل هو الحب. الحب السبب الاول قبل كل شيء. احنا نتمنى انه نكون يعني خفيفين ظل هذه السنه برمضان ونقدم شيء يسعد جمهورنا العراقي اللي يستحق ان نرسم البسمه على شفاهه، والتوفيق للجميع ان شاء الله يا رب. كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بالف خير، وشكرا للجميع وسنه سعيده، رمضان مبارك. وانا صباح فقط سباحه. حتى خلي تغويش على وجهك. لا تحس ما عندي لا بس تحب المسلسلات والبرامج العراقية؟ دوس سبسكرايب وخليك ويانا.